هاد القصة وقعت لجداتي الله يرحمها في الحومة القديمة د القصبة في سلا. كانت كتقول لينا ديما بلي عيش قنديشة ماشي غير في المناطق الخاوية، تقدر تكون حتى في قلة الديور القدام. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نعاود لكم قصص المتابعين على عيش قنديشة. ما تنسوش ديروا لايك، شي كومونتير زوين ومشاركة باش يوصلكم كاع الجديد. ويلا نبداو القصة. خويا السلام عليكم، انا غنعاود لك شنو وقع لي شحال هادي في كازا، وبالضبط في ديك الطريق اللي كدي من الوازيس للوازيس الخضراء، كيكون فيها الظلام وكتكون خاويه بالليل. كنت راجع مع ديك الجوج د الليل في الطوموبيل، العيا ديال الخدمه والطريق ناشفه ما فيها حد. وصلت لواحد البلاصه فيها الشجر بزاف، وهي تبان لي وحده واقفه في جنب الطريق، لابسه جلابه بيضه ونقيه بزاف، وهزه يديها بحال الا باغا تشد اوتوستوب. انا قلبي بدا يضرب، قلت مع راسي شكون هادي اللي واقفه بوحدها في هاد الوقت. حسيت بواحد البروده غريبه دخلت للطوموبيل، كملت السوقان وما وقفتش. ولكن ملي شفت في المرايه الجنب، وحق رب الكعبه اخويا الا بانت لي كتمشي معايا في نفس السرعه الطوموبيل. انا كنت ماشي ب60، كملت ل80، وهي غاديه جنب الجاج ديال الطوموبيل وما كتشوفش فيا، كتشوف غير القدام، ما باينينش رجليها مع الجلابه طويله. قريت آية الكرسي والشهاده ودعيت الله، غير درت الدوره د الرومبوين بدات كتبعد وتغبر في الظلمه. اقسم بالله اخاي الا دخلني الرعب، وديك الليله ما نعستش، ومن تما بقيت كنبعد على ديك الطريق بالليل. ندوزو القصه الثانيه. خويا انا كنت خدام عساس حارس ليلي في واحد الفيلا جنب نواحي تارقه. البلاصه كانت باقيه خاويه وشجر الزيتون داير بينا. في ديك السيمانه كنت كنسمع الصوت د شي حد كينادي عليا بسميتي مع ديك 3 د الليل. الصوت كيجي زوين وكيونس بحال الا شي مرا كتعرفها. في الليله الاولى ما تسوقتش، قلت غير كنتخايل مع السهر. في الليله الثانيه الصوت تكرر وقرب للباب د الفيلا. خرجت بالفلاش د التليفون وانا تبان لي مرا واقفه في الظلمه تحت الشجر د الزيتون، كتشير لي بيديها وتقول لي اجي اجي. انا قربت واحد شويه، ولكن حسيت براسي بحال لا مخدر، وبغيت نمشي عندها بلا ما نفكر. لحسن الحظ كان معايا واحد الكلب د الحراسه في الفيلا، بدا كيغوت بواحد الطريقه هستيريه وكيرعد وكيجرني اللور. وانا نفيق شعلت البيل الكبير ضده في وجهها. والله العظيم اخاي الا شفت وجهها نص بني ادم ونص مخربق بحال شي حيوان، وعينيها شاعلين بحال الجمره. طلقت واحد الغوته كتقابل الودن وهربات، دخلت وسط الشجر د الزيتون بسرعه خياليه. من ديك الليله سمحت في ديك الخدمه وما بقيتش نرجع لتما. عايشه قنديشه ماشي خرافه، راه بصح كاين شي حاجه اللي كتمثل الناس في الخلا. ندوزو للقصه الثالثه. خويا انا سميتي اسماعيل، انا خدام في الديباناج، كنجر الطوموبيلات. شحال هادي واحد الليله في الصيف جاني ابيل مع ديك 2:30 د الليل. واحد السيد تخسرت ليه الطوموبيل في الطريق بين بني ملال، بلاصه فيها الظلام بزاف. ركبت ديبانيور ومشيت. ملي وصلت لقيت السيد واقف حدا طوموبيلته، الصفار كيرعد. قال لي خويا زرب الله يرحم لك الوالدين، هادي ماشي طوموبيلتي، سكتت بيا وصافي، هاد البلاصه فيها شي حاجه. انا ضحكت قلت ليه مالك اخاي راه غير الليل هذا. بدينا كنعزلوا الطوموبيل باش نهزوها، وشويه نسمعوا صوت الرجيلات كيجريو في الشانطي بحال المشيد الخيل والمعيز. درت الفلاش د التليفون وانا تبان لي مرا لابسه ملحفه كحله واقفه في جنب الفوسي، شعرها طويل مطلوق وما باينش وجهها. بدات كتمشي بشويه وجايه لجهتنا. ملي قربات شفت بلي الرجلين ديالها معريين، وبصح اخاي ماشي رجلين د المرا، رجلين بحال المعزه. انا جاتني التبوريشه في الحمي. زربنا هزينا الطوموبيل كنجريو، وركبت انا وياه ودرت الفيتاس وغبرت من تما.
هذيك الليله عرفت باللي هادشي راه كاين بصح في الطرقان. ندوزو للقصه الرابعه. انا خويا عزيز عليا الصيد الحوت في السدوده والويدان. هاد القصه وقعت لي في سد سيدي محمد بن عبد الله في نواحي الرباط. كان معايا نسيبي، جلسنا في السد مع 10 الليل نديرو القصبات ونبقاو مجمعين. مع ديك 3 الليل ناض نسيبي مشيت بول حاشاكم في واحد الشجره الزيتون بعيد علينا بشي 20 متر. غاب عليا واحد 5 دقائق وانا نسمعو كيعيط عليا بصوت ضعيف وكيترعد: محمد اجي شوف. مشيت عنده كنجري بالبيل، لقيتو واقف متمدد في بلاصتو كيشوف في الماء السد. درت الضو في الماء وانا تبان لي مرا عايمه في نص السد في ديك البروده د الليل، شعرها كيبان فوق الماء وبدات تطلع راسها بشويه. وجهها كان بيض بحال الطباشير وعينيها كبار وكتشوف فينا وكتضحك بواحد الضحكه كتخلع. والغريب اخاي هو انها بدات كتقرب لجهتنا بلا ما تتحرك يديها ولا رجليها في الماء، بحال الا الماء كيدفعها. نسيبي طاح للارض ما قدرش ينوض، هزيتو بيديه وزدنا كنجريو وخلينا القصب والماتاريال كامل في البلاصه. السد بالليل راه خطر، واللي قال لك عايشه قنديشه غير خرافه راه عمرو خرج للخلا. ندوزو للقصه الخامسه. انا من ورزازات خدام في كازا. القصه وقعت لي ملي كنت راجع للبلاد في العيد الصغير في الموطور ديالي. راك كتعرف القصبه نتاع تيزي تيشكا شحال صعيبه بالليل وفيها المنعرجات. كنت غادي بوحدي مع 1:30 د الليل، الضباب خفيف والبرد كياكل اللحم. في واحد الدورة الخاويين بدات كتظهر لي في الضو د الموطور واحد المرا واقفه في الجنب د الرومبوان لابسه قفطان خضر قديم. في الاولى قلت يمكن شي مسافره تقطع به الحبل ولا الطوبيس خسر، ولكن اللقطه اللي خبلاتني هي انني كل ما كنزيد نكسيري ونفوتها في الدوره كنلقاها واقفه في الدوره اللي بعدها مباشره. فوتها المره الاولى والثانيه والثالثه نفس المره بنفس الوقفه وما كتحركش. في المره الرابعه حبست الموتور شويه بعيد وقريت اواخر سوره البقره والمعوذتين في خاطري. بدات كتقرب مني بالمشيه ديالها والصوت د الحوافر ديالها كيتسمعوا في الطريق في الصم اللي كان في الارض. ما كملتش دورت الموتور وكسيريت باقصى سرعه وما حبست حتى وصلت لورزازات. هذيك السفريه كانت اطول وارعب سفريه في حياتي. ندوزو للقصه السادسه. السلام، انا ولد نواحي تارودانت وهذا الشيء وقع لي في الجنان ديالنا ملي كنت بايت كنقي الماء ونسقي الزيتون بالليل، حيت النوبه السقي كانت كتجيني مع 2 د الليل. كنت غارس الساقيه ومريح تحت واحد الشجره، الدنيا ساكته ما كاين غير صوت الماء. شويه وانا نسمع صوت مرا كتعيط بسميتي من قاع الجنان: افولان اجي عاوني، راح تحت في الساقيه. الصوت كان كيشبه تماما للصوت د الوالده ديالي. انا نط في البلاصه، هزيت البيل وبغيت نمشي كنجري، ولكن فكرت في خاطري وقلت الوالده اشنو غادي يجيبها للجنان في هذا الوقت الليل. حبست في بلاصتي وشعلت الضو د البيل في اتجاه الصوت. بانت لي مرا واقفه بين الشجر طويله بزاف ولابسه الكحل وما عندهاش الوجه، بلاصه د الوجه كاين غير الظلمه. بدات كتقرب بشويه وبلا ما دير حتى صوت في الورق د الشجر اليابسين اللي في الارض. انا لحت البيل والسطل وضربتها بجريه وحده للدار وما خرجت حتى طلعت الشمس. هذيك كانت اخر مره نسقي فيها بوحدي بالليل. ندوزو للقصه السابعه. انا وصحابي 4 ديال الدراري عزيز علينا نخيمو في بلايص الخاويين. الصيف اللي فات مشينا نباتو في واحد البحر خاوي بين سيدي إفني. قدينا الخيمه فوق الرمله قبالة البحر، شعلنا العافيه وقدينا اتاي والماضع ديالنا. مع ديك 2 د الليل الدراري 2 منهم نعسوا وبقيت غير انا وصاحبي الاخر مجموعين حدا العافيه. شويه ونسمع صوت الصفار جاي من جهه الضفه د الماء. درنا الضو د التليفون وهي تبان لينا مرا خارجه من الماء د البحر لابسه بيض فازق وشعرها طويل كيتكركر في الرمله. بدات جايه ديريكت لجهتنا، قربت لينا وهي تضرب في العافيه بيديها بحال الا ما كتحسش بالحراره. ملي قربت للضو د العافيه شفنا وجهها شاحب بحال الميت وعينيها كبار وبيضاء. مشينا وفيقنا الدراري الاخرين بالغوات وهزينا الساروت نتاع الطوموبيل وخلينا الخيمه والاغراض كاملين وركبنا كنجريو. ملي درنا الضو ديال الطوموبيل في اتجاه الخيمه لقينا ديك المرا واقفه فوق الخيمه
ديالنا وكتشوف فينا. كسيريت وغبرنا من تم، لا غد ليه النهار كامل وانا كنعاد بالسخانه. ندوزو للقصه الثامنه. انا بنت من واحد الدوار في نواحي ازيلا. هاد القصه وقعت لي ملي كنت باقا صغيره، في العمر ديالي تقريبا كانت عندي شي 16 عام. في الصيف الناس في الدوار كينوضوا بكري بزاف قبل الفجر باش يسقيو الماء من العين، حيت كيكون الضغط. واحد الصباح مع ديك 4 الصباح باقيه الظلمه والدنيا ساكته، هزيت البواده ديالي ومشيت للعين اللي جايه في القاع نتاع الدوار بين الشجر. ملي قربت للعين سمعت الصوت نتاع الطاس كيكب الماء في السطل. قلت في خاطري يمكن شي حد سبقني. درت الدود البيل الصغير اللي معايا، وانا تبان لي مرا قاعده حدا العين لابسه شربيل وطاقيه قديمه النساء المنطقه، شعرها طويل كيوصل للارض وكتعمر الماء بشويه. قلت ليها السلام عليكم خالتي، ما جاوباتش ولكن دارت عندي بشويه. والله اخويا ملي شفت وجهها لقيت وجه مرا كبيره بزاف، جلدها كله مكمش ولكن العيون ديالها كبار بزاف وكيلمعوا في الظلمه بحال عينين المشاش. وبدات كدير واحد الصوت بحال التغناج ديال الدراري الصغار وهي ما عندها حد. انا حسيت بركابي فشلو، الرعب دخلني، لحت البواده ورجعت كنجري للدار ونغوت. ملي فاقت الوالده عاودت ليها وهي ترعد، قالت لي هذيك راه ماشي مرا الدوار، هذيك راه كدور في العين ملي كيكون الفجر باقي ما أذن وما خاص حد يمشي لتم بوحدو. في ديك الساعه ندوزو للقصه التاسعه. خويا السلام عليكم، انا عمي كان خدام حفر القبور في واحد المقبره قديمه في نواحي اسفي. هاد القصه عاودها لي هو براسو ووقعت ليه ملي كان باقي صحيح. واحد المره جاتهم الجنازه مع المغرب في الشتاء وحفروا القبر ودفنوا الميت، والناس كملوا ومشاو لديورهم. عمي بقى بوحدو في المقبره كيجوف وكيرد الردم والفيسان الماتاريال للبيت الصغير اللي كينعس فيه تما في المقبره. الدنيا ظلامت مع ديك 8 د الليل وهو راجع للبيت سمع صوت شي حد كيبكي بشويه وسط القبر. قال في خاطره يمكن شي حد العائله د الميت بقى مور الناس كيترحم. هز البيل ومشى لجهه الصوت. ملي قرب لواحد القبر قديم بانت ليه مرا قاعده فوق الشهده د القبر، لابسه حوايج كحلين ومغطيه شعرها ووجهها وكتندب يديها بلا ما تخرج حتى صوت الغوات. عمي قال ليها الا لا الليل هذا المقبره كتشد، ناضي تمشي لداركم الله يرحم الوالدين. المراه ما ناضتش ولكن هزت راسها بشويه ضرب الضوء البيل في وجهها. قال لك بلاصه العينين خاويين وحواجبها ما كاينينش. وفي نفس اللحظه سمع الصوت الضحك ديالها كيتسمع من جميع الجهات في المقبره في نفس الوقت، بحال الا المقبره كامله كتضحك. عمي قال لي دخلني واحد الخوف عمرني حسيت به في حياتي. رمى البيل ودخل كيجري لديك البيت الصغير وسد عليه بالساروت وبقى يقرا قران حتى طلعت الشمس. الصباح ناض جمع حوايجو وسمح في ديك الخدمه. قال لي المقابر بالليل راه ماشي ديال البشر. ندوزو للقصه العاشره. خويا السلام عليكم، انا غنعاود لك اشنو وقع لي ملي تحولت لواحد الدار في نواحي تسلا قريبه للغابه المعموره. كنت كنزرب باش نلقى دار حيت الخدمه قربات، ولقيت واحد الدار زوينه ورخيصه في الثمن. كاينين حداها الديور ولكن هي جات في الراس، العتبه ديالها قبلت الشجر الغابه ديريكت. مول الدار كان زربان يكريها وقال لي الدار ناضيه، غير الغابه كيكون فيها الهدوء بالليل. السيمانه الاولى دازت عاديه ولكن في الليله الثامنه مع ديك 2:30 د الليل كنسركل في التليفون وانا نسمع الدق في الباب الشارع، دق خفيف ومتنطم. قلت في خاطري شكون هذا اللي غيجي عندي في هذا الوقت. طليت من السرجم دا الطبقه الثانيه اللي كيشوف في العتبه. لقيت مرا واقفه قبل الباب لابسه جلابه كحله وراسها حاضر للارض كتشوف في العتبه. انا درت الضو تاع التليفون من السرجم وقلت ليها شكون لالا شنو خاصك. ما جاوباتش ولكن رفعت راسها بشويه. والله اخويا ملي درت الضو في وجهها لقيت وجهها ابيض بحال الجير وما عندهاش النيف. بلاصه النيف كاينين غير 2 تقابي خاويين وعينيها كبار ومثبتين فيا بلا ما ترمش. بدات كتمشي بشويه اللور وهي باقا كتشوف فيا ودخلت بظهرها وسط شجره الغابه حتى خبرات في الظلمه وبدا كيتسمع صوت الصفير د الريح قوي في الشجر. انا دخلني الرعب
شديت الشرجم بالزربة وما نعستش ديك الليلة. الصباح مشيت عند واحد الجار قديم في ديك الزنقة وعاودت ليه. قال لي اخاي، هذيك الدار راه شحال من واحد كيكريها وكيخرج منها في شهرها، حيت الغابة حدا الدار كينزلوا منها شي حوايج بالليل. السيمانة اللي بعدها جمعت حوايجي اخويا ورحلت في البلاصة. ندوزو للقصة الحاضشة. خويا انا غنعاود ليك شنو وقع لي في العام نتاع الباك. كنت كندرس سوايع دورس الخصوصية ظلماط في واحد السونتر قريب للدرب غنلف في كازا، وداك الاستاذ كان كيزيرنا وكيخلي العرض الليل للدراري الباك حيت كيكون السونتر خاوي. بالمناسبة انا راني بنت. مهم ديك الليلة سالينا السوايع مع ديك 11 الليل. خرجنا انا وجوج بنات صحاباتي، هما مشاو في اتجاه البولفار وانا قطعت واحد الدروبة كيكونوا ظالمين وخاويين باش نخرج ديريكت للشارع انوال حيت قريب لدارنا. كنت غادي كنزرب في المشيه ومخشيه في الكاسكات والعرق هابط لي من راسي حيت الزنقه كانت ساكته كتقطع وما فيها حتى واحد. وصلت لواحد الزنقه خاويه وفيها البولات طافيين وانا نسمع الصوت نتاع شي حد ماشي ورايا. ماشي صوت الصباط، صوت شي حوايج كيتكركروا في الارض. تلفت بشويه وانا تبان ليا مرة طويله بزاف واقفه تحت السور شي فيلا مهجوره لابسه جلابه كحله وطالع فوق راسها قب كبير. قلت في خاطري يمكن شي جاره ولا شي حد ناظر من الزبل حاشاكو. في هاد الوقت درت الضو تاع التليفون باش نشوف الشانطي وهي تبدا تقرب لجهتي بواحد السرعه ماشي طبيعيه وبدون ما تحرك الكتف ديالها بحال الا كتزلق فوق الارض. ملي قربت للضو ديال التليفون ديالي رفعت راسها تحت القب بشويه. والله اخويا الا لقيت وجهها كله عباره على جرح قديم ومكمش وعينيها خاويين من البؤبؤ بيضين كاملين بحال الحليب. وفي نفس اللحظه خرجت منها واحد النفخه د الهواء بارده بحال الثلج ضرباتني في وجهي. انا الرعب جمدني في بلاصتي واحد 3 نتاع الثواني قبل ما نرجع للور ونقطع الزنقه بجريه وحده ونغوت في الشارع الكبير. ما حبستش حتى دخلت للدار وبقيت كنرعد في الفراش والحراره طالعه مني. من تما حرمت نرجع من ديك الزنقه بالليل ولو تكون 10 نتاع الليل. ندوزو للقصه 12. شوف اخويا، هذه وقعت لي فاش كنت صغير في واحد الدوار حدا زاكوره. كنا في الموسم الصيف والحراره بالليل وكنت معتاد نخرج للسطح نتاع الدار ننعس. واحد الليله ورا نص الليل سمع صوت نتاع الخلالات د الفضه كيردحوا في الدرب ومعاهم صوت المشي رزين وماشي د البني ادم. نط كنشوف من السور د السطح وطلعت لي السخونيه في راسي. شفت مرا طويله لابسه ابيض نقي وغاديه بشويه، ولكن فاش طلقت عيني لتحت الرجلين ديالها ماشي د بنادم كانوا كيضربوا في الارض بالطلافط نتاع المعيز. بقيت مفيكسي فيها وما قدرتش نتحرك ولا نغوت. في واحد اللحظه وقفات ودارت عندي وجهها ما باينينش ملامح ديالو كله غير عينين كيشعلوا بالاحمر. رفدت يديها وغوتت بواحد الصوت حاد كيتقابل الودن. انا طحت في بلاصتي وسخفت. في الصباح لقاوني الدار سخفان وما هدرتش هادي 3 ايام. من داك النهار ما بقيتش كنقدر ننزل عيني في الدرب فاش كيكون الظلام. ندوزو للقصه 13. هاد القصه وقعت لجداتي الله يرحمها في الحومه القديمه د القصبه بسلا. كانت كتقول لينا ديما بلي عيشه قنديشه ماشي غير في المناطق الخاويه، راه تقدر تكون حتى في قله الديور القدام. واحد الليله خرجت جداتي لوسط الدار، سقف الدار مفتوح باش تجيب الماء من البير. كان الليل بزاف. فاش قربت للبير سمعت صوت صغاريس حنينه وناعمه جايه من قعر البير. قربت تشوف وطلعت ليها مرا زوينه بزاف من قعر البير لابسه ابيض والشعر ديالها طويل وواصل الارض. جداتي تسد ليها الفم وما قدرش تغوت، ولكن عايشه قربت عندها وابتسمت وقالت ليها بصوت كيزعزع العظام: ما تخافيش، ولكن هاد البير ديالي من اليوم للفوق، الا قربتي ليه بالليل غادي تعاني. جداتي طاحت للارض وجمعت راسها، وفي الصباح لقاوها موالين الدار. من داك النهار داك البير سدوا عليه بالسيمه وما بقى حد يقرب ليه. هنا كيساليو القصص ديالنا الاخوان. اللي عنده شي قصه بحال هكدايا ما ينساش يقولها لي في كومونتير وانا نتواصل معاه باش يعاودها ليا ونسردها في شي فيديو. مع السلامه الاخوان، الى قصه جديده ان شاء الله.